بصوا كده على الجملة دي. فالحياة لا تعطي الضعفاء. مم. جملة ممكن لأول وهلة تحس إنها قاسية شوية، فيها حدة كده. لكن لو وقفنا عندها ثانية واحدة وفكرنا، هنلاقي إنها قانون من قوانين الدنيا. كأن الحياة بتقول لنا بصوت واضح وصريح: اللي عايز مني حاجة، اللي عايز يحقق حلم، لازم ياخده بقوة. بس القوة هنا مش قوة دراع وعضلات، لا خالص. دي قوة من نوع تاني تماما، قوة داخلية هي اللي بتحرك كل شيء. والقوة دي هي اللي هنحاول نفهم سرها مع بعض النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن كتاب، بصراحة مش مجرد كتاب، عنوانه لوحده حكاية: خدها بقوة، للمهندس حسام عبد العزيز. الكتاب ده مش شوية ورق بتقراهم وتحطهم على الرف، لا، ده أشده بدليل أو خريطة. خريطة بتعرفنا إزاي نمتلك القوة اللي اتكلمنا عليها دي، وإزاي نستخدمها عشان نفتح أي باب مقفول في حياتنا. فخلونا نبدأ رحلتنا ونشوف الخريطة دي هتودينا على فين. طيب خلينا ندخل في الجد على طول. عشان نفهم القصة صح لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: إيه هو السر الحقيقي ورا النجاح؟ يعني لما نبص على الناس اللي عملت إنجازات أسطورية في حياتها، أو حتى الدول اللي كانت ولا حاجة وقامت من تحت الصفر وبقت من أقوى دول العالم، إيه هو يا ترى الخيط السري اللي بيجمعهم كلهم؟ إيه هو القاسم المشترك الأعظم بينهم كلهم؟ أول حاجة ممكن تيجي في بال أي حد فينا: الحظ يمكن. يعني الناس دي اتولدت كده لقيت الدنيا مبتسمة لها. لا، صعب قوي نصدق دي. طيب، يمكن الذكاء الخارق، عباقرة وزمانهم؟ برضو مش شرط. أو الإجابة الأسهل اللي كلنا بنقولها: الفلوس. أكيد ورثوا فلوس كتير أو حد ساعدهم. الكتاب بيقول لنا: استنوا، الإجابة ولا حاجة من دول. الحقيقة أعمق وأهم من كل ده بكتير. تعالوا ناخد مثال عملي كلنا عارفينه: إيلون ماسك. القصة بتاعته مش محتاجة تعريف. شاب من جنوب أفريقيا ساب بلده وسافر كندا وبعدها أمريكا، معاه بس شوية أحلام في دماغه، لا معاه واسطة ولا معاه ورث، والنهاردة هو أغنى راجل في العالم. طيب إزاي عمل كده؟ السر في إيه؟ لما سألوه قال لهم جملة مرعبة، قال: أنا بشتغل 16 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. يعني حياته كلها عبارة عن شغل متواصل. هل ده حظ؟ مستحيل طبعاً. ده مجهود مش طبيعي. والموضوع مش واقف على الأفراد بس، لا، ده بيوصل لدول بحالها. بصوا على خريطة سنغافورة دي، حتة أرض صغيرة في وسط المية، دولة ما عندهاش أي موارد طبيعية حرفياً، لا بترول ولا غاز ولا أي حاجة. كانت دولة فقيرة جداً بتتصنف من دول العالم الثالث، وفي خلال 24 سنة بس، يعني في عمر الشاب لسه بيبدأ حياته، اتحولت لواحدة من أغنى وأقوى دول العالم الأول. إزاي؟ إيه السحر اللي حصل ده؟ هنا بقى بنوصل لقلب الموضوع كله، السر اللي بيربط إيلون ماسك اللي بيشتغل بشكل مش بشري بدولة زي سنغافورة اللي بنت نفسها من الهوا، وبأي قصة نجاح عظيمة بنسمع عنها. السر ده كله متلخص في كلمة واحدة بس: الإرادة. هي دي الإجابة، مش الفلوس ولا الذكاء ولا الحظ. الإرادة هي المحرك الداخلي اللي جوه كل واحد فينا. القوة دي لما بتشتغل صح، كلمة مستحيل بتتشال من القاموس. وأجمل حاجة في الكتاب ده إنه مش كلام مرسل وخلاص، لا، ده كتاب عملي، بيدينا روشتة واضحة عشان نقوي عضلة الإرادة اللي جوانا دي. الروشتة دي عبارة عن 7 فيتامينات أساسية. النهاردة هنستكشف مع بعض أول وأهم فيتامينين في الروشتة دي، اللي هم يعتبروا أساس كل حاجة بعد كده. أول كبسولة فيتامين معانا وأهم واحدة فيهم هي فيتامين القرار. وعشان نفهم يعني إيه قرار حقيقي ومش مجرد كلمة بتتقال، مفيش طريقة أحسن من إننا نسمع حكاية رجل اسمه كريس جاردنر. حكاية أنا واثقة إنها هتغير نظرتنا لمشاكلنا، وهتخلي أي حاجة بمر بيها تبان بسيطة قوي جنب اللي هو عايشه. عايزكم تتخيلوا معايا المشهد ده بكل تفاصيله. أب معاه ابنه الصغير مشردين في الشارع، مش لاقين سقف يحميهم، لدرجة إنهم كانوا بيناموا في الحمامات العامة بتاعت محطات المترو. متخيلين قسوة المنظر؟ أب حاضن ابنه على بلاط حمام عشان يدفيه من البرد. الراجل ده كريس جاردنر. من النقطة دي، من تحت الصفر بمراحل، بيتحول بعدها إنه يشتغل متدرب في شركة في البورصة ببلاش من غير مرتب، وبعدها بكام سنة بيفتح شركته الخاصة. والنهاردة هو مليونير ومحاضر عالمي، قصته بتلهم الملايين. القصة دي لما تسمعها كأنها فيلم خيال، مستحيل تحصل. بس المعجزة دي كلها، القصة الخرافية دي، بدأت منين؟ بدأت بلحظة، شرارة واحدة بس. في يوم وكريس ماشي في الشارع، شاف راجل أعمال شيك جدا ركن عربيته الفراري الحمراء. أي حد تاني كان ممكن يبص بحسد أو بحقد، لكن كريس لأ، راح بمنتهى البساطة وسأله سؤالين غيروا حياته 180 درجة: حضرتك بتشتغل إيه؟ وإزاي وصلت لده؟ من اللحظة دي ومن الإجابة اللي سمعها خد قرار مصيري. كريس كان عنده إيمان داخلي عميق، جملة بيرددها بينه وبين نفسه طول الوقت: لو أنا عايز حاجة بجد،
مفيش أي قوة في الكون تقدر تمنعني أوصلها. الجملة دي ما كانتش مجرد شعار بيقوله، دي كانت الوقود بتاعه وهو مشرد في الشارع، وهو بيجري على شغل ببلاش، وهو مش عارف هيأكل ابنه إيه بكرة. القرار ده هو اللي كان بيخليه يكمل كل يوم. وعبقرية قصة كريس جاردنر إنها بتورينا حقيقة كلنا لازم نستوعبها. المكان اللي كل واحد فينا واقف فيه النهاردة بحلو وبمره هو نتيجة مباشرة لكل القرارات اللي خدناها في الماضي. مش الظروف، لأ، قراراتنا إحنا. وده معناه إيه؟ معناه إننا لو عايزين مستقبلنا يكون مختلف لازم نبدأ ناخد قرارات مختلفة من دلوقتي، من اللحظة دي. وقبل ما نكمل باقي الحكاية الممتعة دي، لو عجبك المحتوى ياريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ده بيشجعنا جدا نستمر. طيب جميل جدا، الواحد فينا خد القرار وخلاص اتحمس. هل كده الموضوع خلص؟ الكتاب بيقول لنا لأ طبعا، دي مجرد البداية. وده اللي بيقلنا للفيتامين التاني المهم جدا، فيتامين التخطيط. لأن القرار من غير خطة واضحة بالظبط زي ما يكون معاك عربية آخر موديل بس تانك البنزين بتاعها فاضي. شكلها حلو بس عمرها ما هتتحرك من مكانها، هتفضل مجرد أمنية أو حلم جميل. وهنا الكاتب بيقول جملة، يعني جملة تقيلة قوي ومحتاجة تركيز. اللي مش بيخطط للنجاح هو في الحقيقة بيخطط للفشل، هو مش واخد باله. ولو عايزين نشوف مثال عملي وحي على قوة التخطيط دي، مش هنلاقي أعظم من قصة عالمنا المصري الكبير الدكتور أحمد زويل الله يرحمه. الدكتور زويل لما كان في مفترق طرق في حياته وجاله عرضين من أكبر جامعتين في العالم، كالتك وستانفورد، أي حد عادي كان ممكن يختار بالقلب أو بالاسم أو يتلخبط. لكن دكتور زويل ده عالم بيفكر بطريقة علمية ومنهجية. عمل إيه؟ جاب ورقة وقلم وعمل جدول زي اللي قدامنا ده، حط معايير للمقارنة، حاجات واضحة يقدر يقيسها. المستوى العلمي هنا كام؟ بيئة البحث العلمي هناك شكلها إيه؟ فرصة إني أترقى وآخد منصب فين أعلى؟ وبدأ يدي درجة لكل حاجة. في الآخر القرار ما كانش محتاج تفكير، الأرقام هي اللي اختارت. القرار المدروس ده هو اللي وداه جامعة كالتك، المكان اللي عمل فيه الإنجاز العظيم اللي خد عليه جايزة نوبل. والكتاب هنا بيدينا الخلاصة وبيحط لنا خريطة نمشي عليها عشان ناخد أي قرار صح في حياتنا في 5 خطوات بسيطة. أولاً حدد هدفك، لازم تبقى عارف أنت بتاخد القرار ده ليه أصلاً. تانياً استشير، اسأل أهل الخبرة والثقة. تالتاً دور على بدائل، ما تزنقش نفسك في اختيار واحد. رابعاً اختار الأفضل بالعقل والمنطق والأرقام زي ما دكتور زويل عمل. وخامساً ودي أهم خطوة بتدينا كلنا راحة نفسية، بعد ما تعمل كل اللي عليك ده وتاخد بالأسباب، استخير ربنا وسلم له الأمر وتوكل عليه. إيه بقى الخلاصة إيه من كل الحكايات دي؟ الخلاصة إن الإرادة دي مش حاجة بنتولد بيها وخلاص، الإرادة دي عضلة جوانا كلنا، لو سبتها ومستخدمتهاش هتضعف وتضمر، ولو مرنتها واشتغلت عليها هتكبر وتبقى زي الحديد. وأول وأهم تمرين للعضلة دي هو القرار. القوة الحقيقية اللي بتغير حياتنا بتبدأ من اللحظة اللي بناخد فيها قرار واعي وحقيقي بالتغيير. وهنا بقى بيجي السؤال الأهم، السؤال اللي عايز كل واحد فينا يسأله لنفسه بعد ما خلصنا كلام. بما إن القوة بتبدأ بقرار، وبما إن الإرادة دي عضلة محتاجة تمرين، يبقى إيه هو أول قرار هتاخده النهاردة عشان تبدأ تمرن عضلة إرادتك؟ فكروا كويس في الإجابة، لأن القرار الصغير ده ممكن يكون هو بداية قصة نجاح جديدة، قصتكم انتوا. يا ريت تشتركوا في القناة لو لسه ما عملتوش كده، وقولوا لنا في التعليقات ايه الكتب أو الروايات اللي حابين نلخصها لكم في الفيديوهات الجاية. كل المصادر هتلاقوها في الوصف تحت. شكرا جزيلا ليكم.